يا عم محمود ارفع ايدك يا حجمها ضخم جدا. تمام. بس احنا كده جاهزين، يلا بينا. لا خد بالك، ده انا ركيب خيل قديم يعني. هو بيمشي ازاي بقى؟ اهلا بكم في الفيوم. اهلا بكم في الفيوم. اهلا بكم في الفيوم. احنا النهارده هنروح وادي الريان. وادي الريان يعني شلالات، ما تستغربش، في مصر في شلالات وهتشوفوها بعينكم. وهنروح قريه تونس، هنجرب كمان نركب خيل، وهنجرب كمان نركب فلوكه. بس بقى مش هنركب فلوكه في اي مكان، احنا هنركب فلوكه في بحيره قارون، يعني حاجه مختلفه. وكمان هنجرب نعمل ساند بوردنج، نقعد قعده بدوي ونشرب شاي زردة. خليكم معايا واوعوا تروحوا في اي حته عشان خاطر الفيديو ده هيبقى جامد طحن. احنا دلوقتي في واحد تونس، نفطر بقى الفطار بتاعنا الجميل، فطير مشلتت وعسل اسود وجبنه حادقه والفطار اللي انتوا عارفينه ده كله. فتعالوا معايا بقى اوريكم الفطار عامل ازاي. انتوا ممكن ما تكونوش سامعيني دلوقتي بسبب المهرجانات والدوشه اللي شغاله دي، ولكن يعني هحاول اخليكم تشوفوا المنظر اللي قدامي دلوقتي. بصوا احنا دلوقتي احنا في بحيره قارون. البحيره دي اكتشفت ان هي كبيره، حجمها ضخم جدا. ده المفروض الستيج اللي عايز يطلع يرقص بيرقص. وده الدي جي مان. تعالوا بقى اوريكم بحيره قارون دي عامله ازاي. بصراحه المنظر تحفه. بصوا يا جماعه، يعني تخيل البحيره ديت موجوده في مصر. شايف المنظر عامل ازاي؟ بص بقى انواع الطيور دي اول مره اشوفها بصراحه. بص اول ما بتقرب منها بتجري. طبعا اللي هناك ده انا عارفه بس ناسي اسمه بس اول ما بتقرب منه بيبعد. بص شايفين كميه منه قد ايه؟ شايفين الجبال اللي هناك دي؟ بص المنظر عامل ازاي؟ الناس واخده فلوكه وقاعده في نص البحيره ومستمتعه. واخدين بالكم تحسوا ان الشاطئ كانه متسفلت، بس هو مش متسفلت، يعني ده مش سفلته، دي مش سفلته، ده قشر صدفيات، يعني قشر مخلول والحاجات دي. تحس انها كان الشاطئ متسفلت. احنا دلوقتي رايحين نركب فلوكه في بحيره قارون. هنطلع بقى رحله بالمركب، هي طويله شويه معلش، نستحملوا الوقت طويل. هنوصل لحد اخر بحيره قارون ونرجع. بص احنا بعدنا قد ايه على الشاطئ؟ بعدنا كتير قوي. بص مسافه قد ايه؟ صورنا كده. رحله طويله شويه يعني. اطلع بيديك اصلي على الام اشغال كتير كيوم بيكاري كنت مديك انت فاكسان شبابنا. ما بتسامش ليه؟ عشان لا مفيش حبيبي وانت سبتني. والله على مرايه يا جماعه، مزاج عالي خالص. جاي عايز ابقى محترم احسب الفرق الناس متابعة ولا انت يلا بيتسم رقص الجيم قطع اقسام وسيح الزبدة حطه في الطاسة شوح الكبدة ارفع الكوز واشوفها في السن. بص المنظر عامل ازاي؟
الجوله بتاعتنا طولت شويه يعني قعدت بتاعت 10 دقايق بس احنا وصلنا. دلوقتي هنجرب نركب خيل، فانا هدور على خيل يكون سريع. أنا شايف كله هنا بطيء، بس هحاول ادور على واحد يكون بيجري يعني، عشان نفسي اجرب خيل بيجري. بقول لك ايه، اخد لفه واجيلك. بسم الله. لا خد بالك ده انا ركيب خيل قديم يعني. هو يمشي ازاي بقى؟ سيب اللي تحت امسك دي بس؟ لما عايزه لفه كده. قول له يلا زيكو على الاسطبل وهو يمشي معاك. يلا استنى. يلا زيكو على الاسطبل. طب انت هتصورني ازاي؟ انا عايز وانا بجري. يا نهار اسود. ما هو الكاميرا مع الولد. عايز الكاميرا. كورت فين؟ يا صاحبي هات الكاميرا يا صاحبي. هاتها بس عشان عايزين نصور. صوف استنى يا جدع. يلا الصوف ولا اديها له. طب ده عمل حركه مش اسمها رفع عظام دلوقتي. انا عايزه يجري زي ده. اخليه يجري ازاي؟ رر. رر. ايوه كده اجري اجري انا. اجري. عاش. استنى بتخش الميه بتخش بعيد عن الميه. رر. استنى اقف اقف. راح هو بيسمع كلامك. دلوقتي رايحين نلعب ساند بوردنج، ودي تاني مرة ألعب فيها ساند بوردنج. فعايز أشوف بقى هل في تقدم في المستوى ولا لسه. خليكم معايا وهنشوفوا. تروح في حاجة. يلا شغل عالي شغل عالي. شايفين المنظر يا جماعه؟ كل دول جايين يلعبوا ساند بوردنج. يلا بينا. فين الباقي؟ طبعا لسه حد تاني سمكه؟ فاضل عبد الرحمن. هقول في حد تاني مع رابع معانا؟ استنى ما نشيل السيجاره بقى. ليه؟ عشان هو نش. عشان نعملها ترند بقى. ماشي. تمام. خلاص احنا كده جاهزين. يلا بينا. لفينا الشام ودلوقتي جاهزين للساند بوردنج. اصعب حاجه بقى في موضوع الساند بوردنج ده هو طلوع الجبل ده، المطلع ده اصعب حاجه في الموضوع. النزول مفيش اسهل منه، يعني المتعه كلها في النزول، الصعوبه كلها في الطلوع. مش بتعرف الحاجات دي يا جدعان ولا ايه؟ سما؟ ايه صح. احنا كده بنهزر يا سما.
استنى لا دفنت رمله دفنت رمله بس تتخانق على اللي قدام. حاول اجرب اي حاجه مش جايه. تعالوا من النظر بتاعتنا. تعالوا يا اسامه. بصراحه يا جماعه بتاعت سيوه احلى بكتير. هنا مش شغاله، مش بتزحلق. يمكن الناحيه الثانيه شغاله. طبعا كلها محاولات فاشله، محدش عارف ينزل. حاول مره كمان. الحته دي والله اشتغل بس. انت مش هتشتغل. زق يا احمد. زق يا احمد. دي الطريقه الوحيده اللي نافعه معانا. ديت تقريبا كانت الفكره كلها في المرتفعات. يلا يا احمد كفو، اخيرا اشتغلت. كفو. بصراحه يا جدعان اللي اكتشف المشكله احمد اللي اكتشف الحل. هنا يا ابني تعالى كده. ايه يا باشا؟ ان شاء الله يا باشا هنلف مصر كلها. خلاص الراجل قال ماشي. يا جدع هتتقطع يا ابني، يا ابني بس. دلوقتي يا جماعه احنا رايحين عند الشلالات، وما تستغربش مصر فيها شلالات. تقريبا والله اعلم المحافظه الوحيده اللي فيها شلالات هي محافظه الفيوم. بصوا يا جماعه، بصوا ضغط الميه عامل ازاي. بص ضغط الميه عامل ازاي من هنا. هنا بنحاول ندور على مكان كويس نتصور فيه. نعدي. بصوا يا جماعه، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ولا شلالات نياجرا. بنحاول نقرب لأقرب نقطة للشلال، الشلال الرئيسي. انا كستيفن اخر مره طلع. سبحان الله. مشغولات يعني اللي هو مثلا انت جاي ايه، جاي عايز جيت الفيوم وعايز تاخد مثلا ايه حاجه ذكرى من الفيوم يعني. فيها شويه حاجات حلوه والله. في شويه فخور حلوه. عندك هولندا. الراجل ده طبعا لو اشتريتها منه مش هتطول كده. زي الراجل ده معاه بابا كده برضه. ايه؟ زي ما معاه بابا. اشتري منه واحده، يقول عايز انت تعمل بيها حاجه. اللي هو نعمل بيها برضه ما فيش. ويا حمام يا حمام رصاصي يا حمام على راسي يا حمام يا حمام يا حمام ابو الليل يا حمام وقفت على امي يا حمام يا حمام يا ولا ولا ليلك ولا ولا سيبني بحالي ولا مصور طب شويه علي علي طب شويه علي يا بابا طول الليل يا بابا طب شوف هذا الراجل محترم. يلا ارفع ارفع العب يا بيه 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 وانا وانت هنا للصباح انا وانت هنا للصباح انا وانت هنا
نصارو في المجنون واجن بعيون الخضرات بلا شنزارو في المجنون واجن بعيون الخضرات بلا شنزارو في المجنون. ارفع ايدك يا كده خلصنا هنا الشلالات. بعد كده هنطلع بقى هنقعد كده في مكان قعده بدوي ونشرب بقى شاي زردة. بس قبل الشاي الزردة هناكل عشان احنا جوعنا يا جدعان والله، جوعنا جبنا اخرنا. احمد مات من الجوع. ناكل نشحن بص هنتشقلب بعد كده. نشرب الشاي ونولع ونعمل قعده حلوه. ناكل بقى ونشرب الشاي الزردة ونقعد القعده البدوي دي بالرقص بقى بتاعها بالاجواء بتاعتها. فيعني خليك معايا لو انت لسه بتتفرج على الفيديو وهتروح في حته. كده يا جماعه يبقى الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا النهارده معانا، ودي محافظه الفيوم، واتمنى ان انتم تيجوا محافظه الفيوم وتلفوا وتكتشفوا البلد. بلد جميله يا جماعه بصراحه.